اهلا وسهلا بكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة هعمل معاكم عظمة العظمة بقى. شايفين كريم الكراميل اللي قدامكم ده؟ عملته بشكلين. عملته في الانجليش كيك بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نقدر نقطعه كده كشرايح بالصوص بقى فوقيه، صوص الكراميل. وكمان عملته كبولة، في بولات تتقدم كده لكل فرد لوحده. بس بقى عملته بطريقة حلوة ومفيدة ومغذية، مش هتتخيلي خالص انا حطيت فيه ايه. بمكون واحد بس هتعمليه هيكون مفيد جدا لولادك، ومش هيحسوا بطعمه خالص لو هما مش بيحبوه. شايفين بقى ازاي هو ناعم خالص كده وانا بقطعه؟ ناعم جدا وطراوته فظيعة، عامل كده زي الشمواه كده، يعني ناعم نعومة ملهاش حل. لايك بقى كتير للفيديو، يلا نخش على الفيديو ونشوف المكون اللي احنا عملنا بيه الكريم كراميل ده. شايفين بقى ايه هو المكون؟ البطاطا. الولاد اللي ما بيحبوش البطاطا مش هيعرفوا خالص. انا جبت 2 من البطاطا وحطيت عليهم كوبايتين من المية العادية خالص، وهرفعهم على النار لغاية ما يبقوا يعني يستووا خالص ويتهرسوا. الحجم بتاع البطاطين يعني مثلا ربع كيلو، مش كبار قوي مش صغيرين. لغاية ما تبقى زي ما انتوا شايفينها كده تشرب المية بتاعتها، وممكن تحتاج تاني، خلي برضو عينك عليها على نار هادية خالص. بعد ما استوت وبردت حطيتها في الخلاط، وهحط عليها 4 معالق من السكر. لو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة اكتر من كده تقدري تحطي من 5 6 معالق زي ما انت تحبي. انا حطيت بس 4 معالق علشان لسه هنحط حاجات تانية. عندي هنا لتر من اللبن، يعني كيلو من اللبن. تقدري لو الخلاط بتاعك الشفشق بتاعه صغير تقدري ان انت تضربيه على مرتين. عندي بقى كريم كراميل الباكت اللي هو بيكون فيه 2 كيس من 2 ظرف من الكريم كراميل، واتنين ظرف برضو من صوص الكراميل. هفضي ال2 باكت في الخلاط هضرب كل المكونات دي مع بعضها في الخلاط لغاية ما شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. اتضرب كويس قوي مفهوش كتل ولا قطع. وهحط بس ايه، كنت نسيت حطيت يعني نقط كده من الفانيليا السايلة، ممكن تستغني عنها عادي. حطيتهم بقى في حلة ستانلس تكون بس ايه يعني، اهم حاجة ما تكونش تيفال عشان مجرحة او حاجة، عشان ما تطلعش مادة التيفال دي في الخليط اثناء ما هو احنا بنقلبه كده بالمضرب. هديت عليه النار بقى خالص، وابتديت ان انا اقلب فيه لغاية ما تحسي ان القوام تقل شوية بس مش قوي. وفي نفس الوقت يعني بتسيبيه حوالي 7 دقايق. بتلاقيه عمل كده فقاقيع كده وابتدى يغلي، خلاص تطفي عليه. تسيبيه بس ثانيتين لغاية ما يهدى شوية من السخونية، ونيجي بقى للبولات اللي احنا هنقدم فيها، او اطباق صغيرة او اللي انت عايزاه، او صينية كبيرة بتتفتح، او تحطيه في صينية مدورة وتقلبيها وبعد كده تقطعيه مثلثات. كل ده اختياري بالنسبة لك. حطيت بقى صوص الكراميل اللي جاي مع الظرف بتاع الكريم كراميل، بيجي معاه ظرفين كده صغيرين. بنتي بقى كانت حابة تشارك في الفيديو فخليتها حطت صوص الكراميل في قالب الانجليش كيك دوا. انا حبيت بس اعمل لكم شكلين كده، وانتوا بقى ابدعوا وفننوا وقولوا لي عملتوه ازاي. في مصفى بقى اهم حاجة ان احنا نصفيه يا جماعة، علشان لو في كتل من البطاطا ما دابتش او لكلك منك وانتي على النار. احنا عايزينه ناعم جدا ما فيهوش اي تكتلات. هي المصفى بتاعتي صغيرة شوية بس علشان دي اللي ضيقة اللي عندي. فلو كانت اكبر شوية كانت هتنجز معايا اكتر، بس عادي انا كنت بحط شوية شوية وبهزها كده وبقلب بالمعلقة فالخليط بينزل. بس عشان دي ضيقة جدا فانا كنت متأكدة ان هي مش هتعدي اي حاجة فيها تكتلات. شايفين انا بقى الحاجات اللي فضلت في الاخر دي يعني اتخلصت منها، وابتديت ان انا احط تاني. هوزع بقى على القالب، وهحط كمان البولات اللي ورا دي علشان ندي برضو شكل جمالي كده. حطيت بقى هنا في البولات، انا عملت البولتين بس وعملت القالب ده.
بجد طعمها وهم، وولادك مش هيعرفوا خالص ان هي فيها بطاطا، وهيحبوا طعمها، ومفيدة ومغذية، لبن وفيها بطاطا، فحاجة كده مغذية جدا للولاد اللي ما بيحبوش اللبن وما بيحبوش البطاطا. سبتها بقى من بالليل لغاية تاني يوم. طبعا في طبق يعني حد كده زاره خده، ما استناش بعد ما عملته بحوالي 3 ساعات، فكان عايز يدوق مش قادر، فخده يعني. فبقى لنا طبق عشان نقدم بيه الفيديو، فهقلبه بقى معاكم كده. مجرد ما انت بتقلبيه بينزل كده على طول. يا سلام بقى على منظر الصوص وهو نازل كده مغرقها. اهدي بقى الغرقانة، ولا تقولي بقى عند ابو لبن ولا تقولي عند حاجة، اهدي الغرقانة بجد، غرقانة في صوص الكراميل، وشكلها ولونها وطعمها تحفة. وهسلك بس كده من الاطراف القالب، وهجيب سيرفيس بس كبير، وهبتدي ان انا اقلبها. بس دي بقى كان صوص الكراميل كان زيادة فيها شوية، فادلق حبة، مش مشكلة خالص. شايفين بقى شكلها تحفة جدا وطعمها روعة روعة روعة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. هنقطعها بقى كده قطع، وندي كل واحد قطعة في طبق، ونحط عليها صوص الكراميل كمان كده، نزود صوص الكراميل عليها. شايفين انا مش عارفة امسكها بالمعلقة من كتر ما هي ناعمة ناعمة جدا، يعني ما فيهاش نشا، ما فيهاش بيض، ما فيهاش اي حاجة، بس بجد طعمها تحفة. ووفرتي بكتير، انتي لو جبتيها من بره البولة دي هتبقى بكتير قوي بره عند اي لبان او في اي كافيه. طب ليه؟ انتي هتعملي كمية كبيرة لولادك وحاجة نظيفة وكمان مغذية بلبن طبيعي وبطاطا. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ انا ما كنتش قادرة اوقف بصراحة اكل فيها، بس انا ايه يعني اختصرت عشان الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك كتير للفيديو، ومع السلامة.